عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محتارين عايزين تعملوا حاجة حلوة وفي نفس الوقت سريعة وسهلة وتبقى مكوناتها كلها موجودة في البيت. مفيش احلى من البسبوسة. تعملوا احلى بسبوسة بجد، طعمها تحفة. يلا بقى قبل ما نبدأ، عايزاكم تعملوا اشتراك للقناة، تعملوا لايك للفيديو. شايفين؟ تحفة. اول حاجة بقى هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 عشان يسخن كويس لما نيجي ندخل صينية البسبوسة. عندنا اول حاجة كوبايتين سميد بسبوسة من غير اي نكهات، كوبايتين. عندنا نص كوباية سكر بودر، وكمان عندنا نص كوباية لبن، ونص كوباية سمنة. يا دوبك بس احنا مدوبينها، هي بدرجة حرارة المطبخ عادي. وهناخد كمان معلقتين عسل كبار. عندنا هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من جوز الهند لو متاح. مش متاح، انا استخدمت هنا عندي بشر. ولازم نكونوا طحنينه في الكب. حطيناهم على سميد البسبوسة. تمام. حطينا نص كوباية السكر باودر وهنقلبهم بقى كويس. يبقى حطينا البشر وحطينا البيكنج باودر وحطينا السكر الباودر. هنقلبهم كده تقليبة سريعة، وبعدين هننزل بنص كوباية الحليب البارد. همزجهم بقى كويس جدا مع بعض. اقرب لكم الكاميرا. تمام. هنقلبهم بقى مع بعض، وبعدها هننزل بنص كوباية السمنة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة. هشربها كويس جدا بقى مع كل البسبوسة بالطريقة دي. هدمجها كويس جدا، يعني تقليبة سريعة وفي نفس الوقت ندمجها كويس. احنا مش عايزين نقلبها كتير عشان تحافظ على الترميلة بتاعتها. فاضل لنا اخر حاجة اللي هي معلقتين عسل نحل. هقلبهم بقى خلاص تقليبة سريعة كده. وزي ما اتفقنا احنا مشغلين الفرن على درجة 200. اي حاجة لازم هنستخدمها في الفرن لازم نكونوا مشغلينه قبلها فترة كويسة. تمام كده. عندنا هنا بقى صينية مستطيلة المقاس، يعني اقل من وسط حاجة بسيطة. هنزل بمعلقة سمنة وهدهنها كده بالفرشة في جميع الجوانب بتاعة الصينية. يفضل طبعا ان احنا نحط سمنة. تمام. يدوبك هقلبها بس تقليبة سريعة كده، وهنزل بقى بالبسبوسة اللي احنا عملناها. تحفة صدقوني. كمان هسيب لكم كل حاجة في صندوق الوصف، بيبقى موجود تحت الفيديو. هفردها بقى كده كويس جدا. نفردها بايدينا كده، هنضغط عليها برضو واحنا بنفردها. تمام. هنساوي كل الاطراف عشان تطلع معانا متساوية وشكلها جميل. تمام. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. يدوبك هتاخد نص ساعة. هنعمل بقى الشربات. عبال ما البسبوسة بتاعتنا تطلع نكون خلصنا الشربات، الاتنين يكونوا سخنين مع بعض، عشان لازم يكون الشربات سخن والبسبوسة تكون لسه طالعة سخنة. حطينا هنا كوباية ونص سكر، عليهم كوبايتين مية، وهندوبهم كويس جدا على نار متوسطة. الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف شوية غير بتاع الكنافة، فبنستخدم المية أزيد من السكر. لما نشوف الشربات بدأ يغلي معانا بالشكل ده، هننزل بنص الليمونة وهنديها تقليبة سريعة، وهنطفي عليها على طول عشان ما تمررش معانا. تمام كده. هنا هي البسبوسة كانت اتحمرت من كل الاتجاهات اهي وشكلها تحفة. خلاص اول ما توصل معاكم للون ده هنطلعها، وبسرعة هنسقيها بالشربات. الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون لسه سخنة اول ما تطلع على طول. عشان كمان تعرفوا ان هي بقت تمام، بتلاقوها فكت من الصينية كده، بتعرفوا ان هي خلاص استوت وتطلعوها من الفرن على طول. هنا بعد ما سبتها هدت شوية هقطعها. لازم تسيبوها تهدى شوية وبعد كده يعني تتشرب كويس الشربات، وبعد كده تقطعوها. قطعتها بقى بالشكل ده.
هحطها معاكم بقى كده في الطبق. تحفة بجد، كانت فظيعة وسهلة جدا. يلا بقى لازم كلكم تجربوها، بسيطة جدا. يلا بقى ندوقها مع بعض. خطيرة، احلى وانضف من الجاهزة مليون الف مرة بجد. شايفين الجمال؟ مرملة وتحفة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.